السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا فيكم، معاكم فرناندو ناني. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نتكلم على مصطفى الممري. جلال لا تورطنا، انا ما اشتي شرح ولا الشمس. تعال انت من نفسك. كما بدأ في المقدمة الأستاذ عبد الله شريف. حبينا اليوم الموضوع بيكون خاص الإعلاميين بشكل عام اللي موجودين في صنعاء كيوتيوبر أو إعلاميين أو إيش ما كان، مثل مصطفى الممري أو أحمد حجر أو أحمد علاو. لما بيناقشوا الوضع بيوصلوا رسالة الشعب، بيوصلوا رسالة الشعب لمن؟ لكم، لحكومة أنصار الله، لأنه أنتم دولة، أنتم الآن حكومة، أنتم تحت حكمكم أكثر من 12 محافظة. تمام؟ ثواني عادي مو مشكلة. أنتم تحت حكمكم 12 محافظة، يعني أكثر من 20 مليون أو 25 مليون لو نجي نحسب الشعب الآن. فأنتم الآن رعية ومسؤولين على رعيتكم، يعني كل شيء أنتم قدرتم له، الصناعات، الزراعات، كل شيء وفرتوه فعلتوه، إلا الرواتب ماليش دخل. الشعب ما تجوع، ما ينفعش. لا تقولوش سحبوا صلاحية البنك المركزي، هذا الكلام انسوا، لأنه الآن أنتم المسؤولين على الشعب. سحبوا الصلاحية، تصوا فيهم، ما متحملين المسؤولية ضد لهذا الشعب. الشعب ما تجوع. وأنا لما انتقدك أنا شك تصلح وضع، لا نريد ثورة. الثورة المشكلة ما تنحل بمشكلة، ما حد يريد ثورة. الثورة ما عمرها تجيب خير. احنا نريد منكم تحاسبوا أنفسكم، والسارق أو السرق منكم والشرفاء يسووا حد للسرق، أو تقولوا خلاص شبعنا، نأكل ونأكل، نخلي الشعب يأكل معانا. لا تقولوش ما فيش فلوس. أنتم عارفين إنه الضرائب فقط حق القات تعطي رواتب حق سنة لقدام، حق شهرين بس. ضرائب القات تعطي رواتب سنة قدام. لو جينا بس نحسب ميزانية جامعة صنعاء كفيلة بتسليم رواتب وزارة التربية والتعليم والمنتسبين إليها من أولهم إلى آخرهم. أنتم عارفين ده الكلام، واللي مش عارف أخلوه يعرف. تمام؟ إن الطلاب سنويا تنسيق حق التنسيق 4150. أنا كطالب أسجل في كلية الطب وكلية طب الأسنان والتمريض والصيدلة، والذي تصبر معايا وانجح فيها أخش فيها. لهذا يكون رقمي في التنسيق 1,200,000. اضربوا 1,200,000 في 4150 تطلع مليارات. ما علينا من ذا الكلام وهذا المبلغ. طيب طلاب كلية التجارة كم عددهم سنويا من خلف اللي سنة ثانية وثالثة ورابعة؟ نتكلم لكم بس على سنة أولى اللي يدخلوا فيها أكثر من 4,000 طالب، دافعين من 45,000. اضربها، أنا ما خريج كلية التجارة، بس يخلي هذا الشيء للي هم متخصصين. اضربوا 45,000 في 4,000 بتطلع مليارات، ملايين. يعني هذا بس كلية، أنا أتكلم على كلية التجارة، ما أتكلمش على كلية الطب وكم اللي بيدفعوها من رسوم وتنسيق والنفقة الخاصة. جامعة صنعاء كفيلة بدفع رواتب وزارة التربية والتعليم والمنتسبين إليها. الضرائب حققات، الجمارك، كل هذا كفيل بالدفع الرواتب. انسوا مشكلة البنك المركزي. أنتم الآن مسؤولين على رعيتكم، الشعب بذمتكم، الشعب متجوع. فنحن لا ندور لا ثورة ولا شيء. ما نشيش ناس جاوعين تحكمنا من جديد، تسرق من جديد. احنا نشي ناس قد شبعت، قد أكلت، فعلت لها فترة. تبدأ ذا الحين تشوف وضع الناس. تمام؟ تشوف وضع الناس، تشوف وضع الشعب. والذي هو سارق تحاسبوه وتجازوه. ما تنتظروش من الشعب انه يصوروه لكم يفضحوه في الاعلام. ما السارق ما بيروح يقول لكم انا سارق، هو بيخلي حقه السبل السرق اللي تحته الصغار. انتم تفعلوا رقابة. من اين لك هذا؟ او نسيتم نصائح الصماد رحمة الله عليه. فرسالتي اتمناها واضحة. احنا نريد منكم اول حاجة أن تتغاضوا عن الإعلاميين، لأنه من كثر الناس والذي يشتكي لهم، والناس اللي ماتت فعلا من الجوع وكل يوم يموتوا من الجوع، والناس اللي مش لاقية ايش تاكل، اللي انتحرت، والذي حصل لها ايش ما حصل بسبب الحرب. أكيد بيتكلموا، بيطلعوا يعموا الكل، يقولوا الكل سرق وكذا. لكن الناس في سرق، الناس مش معصومين من الخطأ.
في نسبة كبيرة من السرقة الذي يخربوا البلاد، وفي قلة الذي هم شرفاء. نتمنى من الشرفاء يحزموا الأمر ويقولوا لهم خلاص يكفي، خلونا نشتغل الآن، خلونا أقل حاجة لا يموت الشعب من الجوع. ما ينفعش هذا الكلام. هذه رسالة أتمنىكم تسمعوها مني كنصيحة، لأنه أنتم بذمتكم أكثر من 20 مليون وأنتم المسؤولين وأنتم المحاسبون. إحنا ليست لدينا حكومة غير حكومة صنعاء، ولا نعترف بأي حكومة أخرى. لأنه أنا لما يقول يا جلال أنت ليش ما تتكلمش على حكومة عدن ومدري، ذولك مرتزقة باعوا أنفسهم لدول التحالف. أنتم المسؤولين على الشعب، وأنتم المجبورين بتيسير أمور الشعب. هذا إجباري وهذا مطالب شعب، ليس كلامي، كلام الشعب كله. أنتم من نريد منكم حل المشكلة. وأتمنى أن الرسالة وصلت، والسلام عليكم. أنتم تحت مو مشكلة بقصة مخرج. أنا بقص.